وانا شخصيا انا اتمنى ان احنا نسمع. انت راجل نزلت من فوق لتحت عشان تقف قدام الحكام. انت يعني عايزين نعرف ايه اللي دار ما بينك وما بينه. وبعدين الكاميرات جايباك وانت قاعد بتشتمه. ولو اتكلمنا اصلا عن اللعبه، محمود عاشور حكم الفار اللي لما راح استدعى الحكم هو اللي عمل المشكله دي. في ماتش نص النهائي كونفدراليه ما طلبش. نص نهائي الكونفدراليه ما استدعاش امين عمر. اخت اللعبه بالظبط، اللاعب ايده جنبه، كرة خبطت فيها طلعت حسبها كورنر. طب ايه يا محمود يا عاشور؟ معيارك انت فين؟ ما استدعيتش ليه امين عمر؟ ولا هي هنا عشان للاهلي وهنا عشان هنا مفيش ضغط عليك؟ فالموضوع كان صعب يعني. وبعدين ابو الوفا يعني يا جماعه مجاملكم الاول. انا اتمنى يا عم ان هو لو طلع غلطان وزق اللعيبه ومش عارف ايه يتعاقب. عادي، ما عنديش مشكله. بس كمان اللي شتمه في المدرجات يتعاقب. فانا مش فاهم ايه كميه الارهاب اللي حاصله دي من اداره الاهلي ومن جماهير يا عم جماهير ماشي. بس اداره الاهلي. انا شفت النهارده تعليق من احد الناس يعني كان بيتكلم على ان وجود سيد عبد الحفيظ حول كفه من الجمهور اللي كان ناقم وساخط على كل اللي بيحصل في الكوره، لان هو بيأيد اي حاجه. احنا معاك، احنا بنضغط، احنا مش عارف ايه. هم ما عندهمش اي مشكله. هي الفكره ان هو ما عندوش كونسبت اصلا ان انا اخسر يعني.